السيد الرئيس، المغرب وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم، وهذه المرة الأولى التي يصل فيها فريق أفريقي إلى منتصف النهائي. كيف تقيمون أداء المغرب في هذه البطولة، وخاصة أداء الفرق والمنتخبات الأفريقية الأخرى في كأس العالم هذا؟ وهل هذه إعادة ميلاد لكرة القدم الأفريقية في ضوء أن أفريقيا ستنال المزيد من الاحترام؟ الجواب، أظن أن المنتخب المغربي أدى أداء متميزا وكان نجاحا باهرا لهم. لقد لعبوا بإصرار ومثابرة، وكانت عندهم جودة عالية. الوصول إلى نصف النهائي لم يأتي مصادفة، بل هي نتيجة جهود طويلة الأمد واستثمار من اتحاد كرة القدم المغربية وكذلك المدرب المغربي، وأثبت لنا كيف يمكن أن تقدم أداء كرويا ماهرا وجذابا ويسعد الناظرين إليه. لذلك أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق، ولكن أود كذلك أن أتقدم بالتهنئة للفرق الأفريقية الأخرى والمنتخبات الأفريقية الأخرى كالسنغال التي تأهلت من مرحلة المجموعات وواجهوا فريق إنجلترا القوي جدا. كذلك أود أن أهنئ الكاميرون وغانا وتونس. تلك المنتخبات كذلك لعبت وأدت أداء كرويا رائعا جدا حتى الدقائق الأخيرة، وهذا يبين لكم مستوى الكرة الأفريقية، وهذا أمر يسعدني لأنه لعقود طويلة الآن كنا نتحدث عن تطوير كرة القدم الأفريقية ومتى سيحين الوقت، وأنا برأيي أن الوقت قد حان. وأظن في النسخة القادمة من كأس العالم سوف يتضاعف عدد الدول الأفريقية التي ستتأهل، وهذا يعني أن منتخبات أفريقية أخرى ستشارك في كأس العالم. وبالتالي أنا كل ثقة بأننا نتطلع إلى مستويات أداء مذهلة من